الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ما زلنا مع الموضوع تاع نشدان الضالة في المسجد. إنسان تبحرت له سلسلة تاع ذهب، يروح يدخل الجامع ويوقف ويبدأ يعيط: أيها الناس، تبحرت لي حاجة سلسلة شكون صابها؟ لا يجوز لك. ولا هذوك لما يجوا يطلبوا ما يجوز لك ترفع صوتك في المسجد. يدخل يصلي في الاخر تاع الجامع: أيها الناس أنا راني مسافر، أيها الناس ما عنديش باش نتعشى. ما يجوز لكش، حرام عليك. الإمام المسجد عنده إمام، تروح تشوف الإمام هو يرشدك ماذا تفعل. إذا أذن لك تقعد قدام المسجد وتدير علامة، هو يبلغ للناس في صمت، ماشي عياط في الجامع يولي الجامع شغل سوق. لا يجوز. اسمع إلى الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نشدان الضلال، بقوله: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. سمعت؟ الجوامع ما تبناتش باش نحوسوا على الأشياء اللي تبحرت للناس. واحد عنده قطة صيام وكما يقولوا، عندها 3 أيام ما دخلت للدار، يروح للجامع: أيها الناس تبحرت لي قطة صيام. وين؟ واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. تصار لها كيما ذيك القطة تاع شلف. واحد المرأة من شلف راحت لا سويسرا وجابت قطة سياموا، ملي زادت بلي فاكسان تاعها ما تاكل غير الكبده تاع الدجاج والكاشير، مربيه على الفرماج والزبده والروز والبيض مغلي. المهم مفشه وشعرها عند السيشوار، حفافه ديالها سيشوار، وعندها بطاقه نتاعها واش من لازم لها باش ترقد، واش لازم لها باش تاكل، وش لازم في الشتاء الدفاع. المهم الماء جابتها للشلف، خلت الباب محلول. في الليل خرجت هذيك القطة السويسرية، وين راحت للزبالة. الزبالة طاحت مع القطوطة ولاد شلف تاع شلف. هذوك القطوطة اللي عندهم الشلاغم اللي يجيب رزقه بيعلق جبينه، مازال يصيد الفيران وما زال يقضي على الطبات. أما لا، خبشوها، قطعوها، نحوا لها عينها، جرحوا لها راسها، رجلها مخبوشة، خدها مقطع، دخلت للدار تسحق واحد 30 عملية جراحية. راحت قطة مفشة. لو كان خلوها قطة كيما خلقها ربي قطة ولم يفسدوها بالتفشاش، كانت تصيب روحها مع القطوطة تاع الجزائر وتولي كيما هما شاطرة. لكن طاحت مع قطوطة تاع الشلاغم، ياه وراهم هاد القطوطة تاع الشلاغم. دوك ولينا نصيبوا طبة تعيط على القط يهرب. شفت بعيني قط في العقيبة راقد، هذاك القط ملي زاد عايش قدام البوشي عمره ما يصيد، تسمى دائما البوشي يرميلو ياكل. شاف طبة جايزة غمض عينه، دار روحو راقد. شاف طبة جايزة غمض عينه كلي ما شافهاش. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندها واحد 20 سنة في بلدية بالوزداد أنا شافي. كنا في الليل راقدين حتى نسمعوا رصاص يخبط في محمد دوار سيفونتاس العقيبة. يا ودي طليت أنا شافي واش كاين. نصيب العمال تاع البلدية عطاو لهم مكاحل باش يقتلوا القطوطة. قال لك القطوطة كتروا يتيروا عليهم. غدوة من ذاك واش نصيبوا في الحومة؟ نصيبوا يدين تاع قطوطة مرميين،
فخاتين طايرين، هذه يقطع كعوانة، هذه يطيروا لها رجلها، هذه ينحوا لها كتافها، داروا فراسة في القطوطة. رحت للبلدية نصيبهم ملصقين إعلان كبير، هذاك الإعلان مصورين الطبات، واش كاتبين من تحت؟ احذروا هذا الحيوان فإنه حيوان قاتل. تعجبت، رحت رئيس بلدية قلت له والله ما فهمتكش يا أخي، فهمني برك، عاملني على سبع عقلي. البارح ما خليتوناش نرقدوا تقتلوا في القطوطة، واليوم تدير لي إعلان تقول لي احذروا هذا الحيوان فإنه قاتل. وكيف أحذر؟ أنا نجي نصيد طبات، خلوا القطوطة وما يصيدوا الطبات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقتلوا القطوطة ويحذرونا من الطبات، يبيعوا الشوادة ويضحكوا على اللي شراهم. اسمع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش نهى؟ عن الشراء والبيع في المسجد. الشراء والبيع لا يجوز في المسجد، راكم تسمعوا. وانا نصيبوا بعض الاخوه كما يسموا روحهم اخوه، ما نعرف اخوه كيف هذه خرجت، هي انما المؤمنون اخوه، حتى اللي ما يصليش اخوه، اللي يشرب شراب اخوه، اللي يعصي ربي خوك ماشي العدو نتاعك. وما لا جاو داروا لهم دي زوبسيون اللي فيه اخوه اللي ما فيهش ماشي اخوه. ما لا هذاك واش يكون؟ هذاك كافر ماهوش مسلم. اما لا، او بعض الاخوه يبيعوا داخل الجامع في الساحه، يديروا التجاره، يبيعوا البلايغ القناضر المسك. يا وراك تبيع في الجامع. المسجد وشنو هو؟ الارض التي اوقفت على انها ارض للصلاه كل الوقف، يعني ولو هذاك الجامع عنده جنينه، راك تبيع في الجنينه، راك تبيع في الجامع، لا يجوز لك. ماشي يلعب لك ابليس تقول باللي لا انا مانيش نبيع في قاعه الصلاه. لا الشريعه ما قالتش قاعه الصلاه، المسجد. هاو سيدنا رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. واحد الجامع في سطيف عنده ساحة ومن بعد يبدأ الجامع، هذيك الساحة والله الذي لا إله إلا هو خص غير يبيعوا فيها المعيز، وخص غير يبيعوا فيها الكباج، وخص غير يبيعوا فيها البقر، يبيعوا كلش. لا يجوز لكم، حرام عليكم، أكو تسمعوا. والإمام لا يجوز له أن يسكت، والناس لا يجوز يشريوا عليكم. لازم تخرجوا على الأرض تاع المسجد، ماشي قاعة صلاة، الأرض، هذيك الأرض التي أوقفت وقف لبناء مسجد ما يجوز لكش ولو سنتيمتر واحد تحط السلعة تاعك تبيع خارج الجامع. نعم خارج المسجد، أما داخل المسجد لا يجوز لك. يا سبحان الله، حبوا يودنا جوامع أسواق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. هو يبيع حرام وانت تشري تانيك حرام. زيد: وأن تنشد فيه الأشعار. هنا المقصود أشعار الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يضع منبره لحسان بن ثابت يقول له: أهجوهم وجبريل معك. يعني كان حسان ينشد الشعر بين يدي رسول الله، هذا دليل بالإنشاد أشعار الجاهلية. زيد: وأن تنشد فيه الضالة. أن تنشد فيه الضالة، إنسان ينوض في الجامع ويبدأ: يا ناس يتبحرت لي سيارة، يا ناس أي سلسلة خصتني، يا ناس. لا يجوز لك هذا، ولا تفعل هذا في بيت الله، فإن بيوت الله لذكر الله وطاعته، في بيوت أذن الله أن ترفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واش كاتبين من تحت؟ احذروا هذا الحيوان فإنه حيوان قاتل. تعجبت، رحت رئيس بلدية قلت له والله ما فهمتكش يا أخي، فهمني برك، عاملني على سبع عقلي. البارح ما خليتوناش نرقدوا تقتلوا في القطوطة، واليوم تدير لي إعلان تقول لي احذروا هذا الحيوان فإنه قاتل. وكيف أحذر؟ أنا نجي نصيد طبات، خلوا القطوطة وما يصيدوا الطبات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقتلوا القطوطة ويحذرونا من الطبات، يبيعوا الشوادة ويضحكوا على اللي شراهم. اسمع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش نهى؟ عن الشراء والبيع في المسجد. الشراء والبيع لا يجوز في المسجد، راكم تسمعوا. وانا نصيبوا بعض الإخوة كما يسموا روحهم إخوة، ما نعرف إخوة كيف هذه خرجت، هي إنما المؤمنون إخوة، حتى اللي ما يصليش إخوة، اللي يشرب شراب إخوة، اللي يعصي ربي خوك ماشي العدو نتاعك. وما لا جاو داروا لهم دي زوبسيون اللي فيه إخوة اللي ما فيهش ماشي إخوة. ما لا هذاك واش يكون؟ هذاك كافر ماهوش مسلم. أما لا، أو بعض الإخوة يبيعوا داخل الجامع في الساحة، يديروا التجارة، يبيعوا البلايغ القناضر المسك. يا وراك تبيع في الجامع. المسجد وشنو هو؟ الأرض التي أوقفت على أنها أرض للصلاة كل الوقف، يعني ولو هذاك الجامع عنده جنينة، راك تبيع في الجنينة، راك تبيع في الجامع، لا يجوز لك. ماشي يلعب بالك إبليس تقول باللي لا أنا مانيش نبيع في قاعة الصلاة. لا، الشريعة ما قالتش قاعة الصلاة، المسجد. هاو سيدنا رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. واحد الجامع في سطيف عنده ساحة ومن بعد يبدأ الجامع، هذيك الساحة والله الذي لا إله إلا هو خص غير يبيعوا فيها المعيز، وخص غير يبيعوا فيها الكباش، وخص غير يبيعوا فيها البقر، يبيعوا كلش. لا يجوز لكم، حرام عليكم، أكو تسمعوا. والإمام لا يجوز له أن يسكت، والناس لا يجوز يشريوا عليكم. لازم تخرجوا على الأرض تاع المسجد، ماشي قاعة صلاة، الأرض، هذيك الأرض التي أوقفت وقف لبناء مسجد ما يجوز لكش ولو سنتيمتر واحد تحط السلعة تاعك تبيعها، تبيع خارج الجامع، نعم خارج المسجد، أما داخل المسجد لا يجوز لك. يا سبحان الله، حبوا يودنا جوامع أسواق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. هو يبيع حرام وانت تشري تانك حرام. زيد، وأن تنشد فيه الأشعار. هنا المقصود أشعار الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يضع منبره لحسان بن ثابت يقول له: أهجهم وجبريل معك. يعني كان حسان ينشد الشعر بين يدي رسول الله. هذا دليل. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ما زلنا مع الموضوع تاع نشدان الضالة في المسجد. إنسان تبحرت له سلسلة تاع ذهب، يروح يدخل الجامع ويوقف ويبدأ يعيط: أيها الناس، تبحرت لي حاجة سلسلة شكون صابها؟ لا يجوز لك. ولا هذوك لما يجوا يطلبوا، ما يجوز لك ترفع صوتك في المسجد. يدخل يصلي في الاخر تاع الجامع: أيها الناس أنا راني مسافر، أيها الناس ما عنديش باش نتعشى. ما يجوز لكش، حرام عليك. الإمام، المسجد عنده إمام، تروح تشوف الإمام هو يرشدك ماذا تفعل. إذا أذن لك تقعد قدام المسجد وتدير علامة، هو يبلغ للناس في صمت، ماشي عياط في الجامع يولي الجامع شغل سوق. لا يجوز. اسمع إلى الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك، يعني نشدان الضلال بقوله: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى. قطع دخلت للدار تسحق واحد 30 عملية جراحية، راحت قطة مفشة. وكان خلوها قطة كيما خلقها ربي قطة ولم يفسدوها بالتفشاش، كانت تصيب روحها مع القطوطة تاع الجزائر وتولي كيما هما شاطرة. لكن طاحت مع قطوطة تاع الشلاغم، ياه وراهم هاد القطوطة تاع الشلاغم. دوك ولينا نصيبو طبة تعيط على القط يهرب. شفت بعيني قط في العقيبة راقد، هذاك القط ملي زاد عايش قدام البوشي عمره ما يصيد، تسمى دائما البوشي يرميلو ياكل. شاف طبة جايزة غمض عينه دار روحو راقد، شاف طبة جايزة غمض عينه كلي ما شافهاش. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندها واحد 20 سنة في بلدية بالوزداد أنا شافي، كنا في الليل راقدين حتى نسمعوا رصاص يخبط في محمد دوار سيفونتاس العقيبة. يا ودي طليت أنا شافي واش كاين، نصيب العمال تاع البلدية عطاو لهم مكاحل باش يقتلوا القطوطة. قال لك القطوطة كتروا يتيروا عليهم. غدوة من ذاك واش نصيبوا في الحومة؟ نصيبوا يدين تاع قطوطة مرميين، فخاتين طايرين، هذه قطة كعوانة، هذه يطيروا لها رجلها، هذه نحاو لها كتافها، داروا فراسة في القطوطة. رحت للبلدية نصيبهم ملصقين إعلان كبير، هذاك الإعلان مصورين الطبات لهذا. سمعت الجوامع ما تبناتش باش نحوسوا على الأشياء اللي تبحرت للناس. واحد عنده قطة صيام كما يقولوا، عندها 3 أيام ما دخلت للدار، يروح للجامع: أيها الناس أي تبحرت لي قطة صيام. وين؟ واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. تصار لها كيما ذيك القطة تاع شلف. واحد المرأة من شلف راحت سويسرا وجابت قطة سياموا، ملي زادت بلي فاكسان تاعها ما تاكل غير الكبده تاع الدجاج والكاشير، مربيه على الفرماج والزبده والروز والبيض مغلي، المهم مفشه. وشعرها عند السيشوار، حفافه ديالها سيشوار، وعندها بطاقه نتاعها واش من لازم لها باش ترقد، واش لازم لها باش تاكل، وش لازم في الشتاء الدفاع. المهم الماء جابتها للشلف، خلت الباب محلول، في الليل خرجت هذيك القطة السويسرية. وين راحت؟ للزبالة. الزبالة طاحت مع القطوطة ولاد شلف تاع شلف، هذوك القطوطة اللي عندهم الشلاغم اللي يجيب رزقه بيعلق جبينه، مازال يصيد الفيران ومازال يقضي على الطبات. أما لا، خبشوها، قطعوها، نحوا لها عينها، جرحوا لها راسها، رجلها مخبوشة، خدها